فاش تكون مريض وتدير شهاده طبيه، علاش الباترون تيدير لك الفحص المضاد؟ واش خايف على الصحه ديالك، ولا بغى يعرف واش فعلا مريض ولا دايرها بالعاني، او لا باش يردك الخدمه صح تخدم ليه؟ الفحص المضاد او كونتر فيزيت هو واحد الحق عطيه القانون المشكره يطبقوا عليك بقوه القانون. اجي نفهموا جماعه كيفاش. عقلتوا في الجزء الاول ديال الشواهد الطبيه، هضرنا على مشكل الحجب وجميع مول المخبزه مع فتيحه تتغيب ليه من الخدمه، وكل ما غيبات تتنقص المبيعات وتتنقص معها الارباح. الحجب والجميع حط 3 ديال الحلول. الحل الاول هو يجري عليها ولكن ما قدرش لحقاش مزيره بشهاده طبيه وغادي تربحوا في المحكمه. الحل الثاني يخدم واحده اخرى فاش تغيب فتيحه، بمعنى تغون بلاصيها ولكن غتولي عالة عليه فاش تجي فتيحه. الحل الثالث هو اللي فكر فيه، فاش تغيب فتيحه يدير ليها الفحص المضاد ويردها تخدم صح للخدمه. فتيحه مطبقه القانون، دارت شهاده طبيه وصيفطتها للحاج قبل ما تدوز 48 ساعه ومشات ترتاح، والحاج عطيه القانون الحق انه يمشي يدير ليها الفحص المضاد في الدار ديالها او يعيط ليها تجي عنده اذا كانت تقدر تجي. غير ان الحاج وصلت ليه واحد برقيقه باللي راه صفرات. الحاج ماشي من العاكزين، عيط عليها بالتليفون وقال لها باللي راني غادي نصيفط لك الطبيب للدار يدير لك الفحص المضاد. مشى الطبيب العنوان اللي عاطيه فتيحه للحجب وجميع وما لقاهاش. تم المفوض القضائي دار محضر المعاينه باللي فتيحه ما كايناش في الدار، وتم الفصل ديالها من العمل، وفي المحكمه ما صورتش باش تنقي سنانها. ضاعت لها 20 عام من الخدمه بسبب الجهل ديالها بالقانون. الحقيقه المره ان فتيحه ما كانتش مسافره لدارهم، ولكن الخطا اللي دارت هو انها بدلت السكن ديالها وما خبراش الحاج بوجميع، وهو دار الفحص المضاد في العنوان القديم، وهنا الزلمه. وباش ما نطيحوش في الخطا ديال فتيحه، العنوان اللي تنعطوه الشركه هو اللي خصنا نكونوا فعلا ساكنين فيه، واذا بدنا العنوان ديالنا من الافضل نخبروا الشركه بالعنوان الجديد، ويكون من الاحسن نصيفطوا لهم عن طريق البريد المضمون، خصوصا اذا كان الباترون اللي احنا خدامين معاه فيه تحرميات. لحقاش اذا مشى الطبيب الفحص المضاد الا ما كان السكن ديالك وما لقاكش، تفحال اذا امتنعتي عن اجراء الفحص المضاد، وهذا يعتبر خطا جسيم من حقه يفصلك من الخدمه. تستطرح واحد السؤال، واش يمكن طبيب الفحص المضاد يجي عندك للدار في اي وقت بغى؟ اولا الطبيب خصو يجي عندك في وقت العمل اللي مولف تخدم فيه، مثلا انت تخدم 8 الصباح حتى 6 العشيه، راه ما محقوش يجي عندك مع 7 الصباح ولا 7 العشيه. واذا كنتي تقدر تخرج باش تقضي المصالح ديالك خرج، الشركه غادي تعيط عليك تقول لك امتى غادي يجي عندك. غير انت على بكري وجد تقرير الطبيب ديالك، الراديو اللي عملتي، لوغدونونس ديال الدواء مع الادويه اللي شريتي. ثانيا الباترون ما يقدرش يصيفط عندك الطبيب فحص مضاد الا الا صيفط معاه مفوض قضائي. هذا المفوض القضائي هو اللي غادي يشهد بمحضر بانك كنتي ولا ما كنتيش في الدار، وهو اللي غادي يبلغك بالرجوع الى العمل. المفوض القضائي في القانون ما عندوش الحق يجي عند شي واحد قبل 7 الصباح ومن مورا 10 ديال الليل. دابا نفترضوا بان الطبيب ديالك عطاك 15 يوم راحه، فاش شافك طبيب فحص مضاد قال لك انت مزيان رجع للخدمه، هاد 15 يوم الراحه اللي عطاك الطبيب ديالك ماشي حقيقيه. هنا عندك جوج ديال الحلول. الحل الاول اذا اقتنعتي بالهضره اللي قال لك الطبيب الفحص المضاد ورجعتي للخدمه، مزيان، وكفى المؤمنين شر القتال. اما الحل الثاني اذا ما اقتنعتيش بهذاك الشيء اللي قال لك طبيب فحص المضاد وتحس براسك بانك مازال مريض، عندك جوج ديال الحوايج عاوتاني. المساله الاولى تصيفط لهم واحد المراسله عن طريق مفوض قضائي تتقول لهم فيها بانك غادي تعمل بالشهاده الطبيه اللي عطاك الطبيب ديالك لحقاش هو ادرى بالمرض اللي عندك، وتصيفط لهم مع المراسله تقرير الطبيب ديالك. الشركه هنا محققه تصيفطك عن طبيب ثالث على نفقتها باش يحكم ما بين طبيب الشركه اللي دار لك الفحص المضاد وما بين الطبيب المعالج ديالك. واذا طلبت منك انك دير شي راديو راه غادي يكون على حسابها هي. ثانيا وهذه فيها اجتهاد قضائي، فاش يقول لك طبيب فحص مضاد رجع للخدمه وتتحس براسك بانك مازال مريض، تدير واحد شهاده طبيه عن طبيب اخر وتعطيك واحد التقرير تصيفطوا اليوم باش تفند نتائج فحص المضاد اللي دار لك الطبيب ديال المشغل، والمشغل غادي يولي مجبر عليه انه خصو يدير لك فحص مضاد اخر عاوتاني. دابا في الختام جميع الاجتهادات القضائيه تتقول بان اذا طلب منك المشغل ديالك دير فحص مضاد ورفضتي او ما لقاكش او طفيتي التليفون راك ارتكبتي خطا جسيم، والفصل ديالك من حق المشغل بمعنى هزك الماء. ايوا فيق معنا.